اه عايزه تاكليه كنافه معقده. معقده، هي معقده. هنعمل النهارده كنافه ربنا يكفينا معقده. لا ربنا يكفينا شر المعقدات كلها يا رب. لا، على ضوء ان انت بتقولي النشويات المعقده والنشويات الغير معقده، انا كنت بسألك فانا يعني خدتها ايه، افيه يعني. يعني ايه النشويات المعقده؟ لو ايوه، سمحت. انا بقى ايه اقولها لك بالنسبه للكنافه. الكنافه دي معقده، انما انا عندي الكنافه التانية الآلي ديت. الكنافه البلدي دي احلى كنافه في الدنيا، ودي الكنافه الاصليه اللي ليها طعم، وبيبقى طعمها في منتهى الجمال لما بتتعمل. عرفتي؟ ما انا لا، انا عايزه افهم يعني مش دي نفس الدقيق لا ونفس. ما تفركهاش قوي، انا قلت ما ما هو تفركهاش مش قوي اهو، ده اهو. بصي بصي لو سمحتي كده، كده اهو، اهي بصي اهو، حتى مع دفى ايديكي بعد الفطار كده وايديكي ما شاء الله دافيه، ها تحسي تلاقيها بصي بتتفك لوحدها لوحدها اهي. طب ادام انتي مش هتفركيها حطيتيها لي في الفريزر؟ ما انا ما في كان مكان التلاجة كنت التلاجة الضيقة اللي شبر في شبر. كنت تقفليها كويس وحطيتيها بره في المطبخ. طب دي قد ايه يا ماما، نص كيلو ولا كيلو؟ نص. انا عملت نصها لمرات اخوكي لما كانت هنا، فهمتي؟ وبصراحه هي جايبها لي من الزيتون، انا وصيتها قلت لي كنافه بلدي، انا خلاص البلدي دي انا بعشقها بحبها. مديوكه. اه طب يعني بصي كفايه دي كده في الصينيه دي ولا نحط دي لا كمان؟ هتتعمل كلها يا طول ما ماما تحط عليها السمنه والحاجه وكده هتكش. هتلاقيها ايه. وبعدين بس دي أنا بقالي الصينيه كتير الكبيره لان ما ما جابتليش عملتش. الصينيه الصغيره، يعني ما تقلقيش هتاخدها الصغيره عندها لسه ما رجعتهاش. استني بس انا بسالك دي اه هنحط كنافه تاني؟ اه هنعمل لسه الكريمه بتاعتها، هنعمل القشطه. يعني هتبقى اعلى من كده؟ لا طب ما تحط عليها السمنه هتلاقيها بقى ايه، دبلت خالص وبقت جد. ما تفركيش زي ما كده تحت المروحه كده تتهوى على طول. احنا عايزينها تفضل كده ماسكه. وريها. لو قلبتيها تاني قوي هتسيل. لا. هتسيل. سيل اه معقوله؟ سيبيها كده ما تحركهاش اصلا. طب سيبيها 5 دقايق تحت المروحه، مش مستعجلين. دي عامله زي البشاميل كده بالظبط. تشرب شاي عموره؟ احنا نفرد الكنافه وبعد كده ايه كده نخدمها. فنحن لا ندخل عليه. النص التاني هيكفي ان شاء الله. مش هتعوزي حبه من التانيين اللي انت ما عملتهمش بالسمنه؟ حطيت، خدت منها تاني وحطيت. هي الحاجة أصلا فيها بركة، ما شاء الله الحمد لله ايدينا فيها بركة. نعمل الحاجة وتزيد، نعملها وتزيد الحمد لله. بابا الله يرحمه بطول احطه في حته جوزي، هو ده اللي انت عايزاه؟ مش هيحصل. ايه اللي وصل جابر للسن؟ اللي بيدخل عندي ملوش خروج. انا من شبرا، شبرا ما يتعلمش عليه. مش على مرض قلب الست دي. اللي عينيها مليانه ما يغواش الالوان. انت لازمة مواويل. ما تسفنيش بقى، انت صعيدي ولا الغشاش؟ ما تجيش ناحية البيت دي تاني. واللي انا بحبه ولا اللي ما اعرفوش؟ حسك معلاش. شايفه عليه بنت من شبرا. انت فاكره ان انا من الستات اللي بيتنسوا بسرعه؟ تبقي غلطانه. اللي يشتغل مع زيدان ما ينفعش يخون. فوق يا ثابت انا الكوماندا. قسما بجلالتي لو بنت عنه لسفلتك. حلال عالتاني وديني جمالتك. انا طول عمري بدعي ربنا القلب يحب، وعرفت دلوقتي ان الحب مفهوش راحه. عارف مين سمع؟
مش عارفه ما لقيتش قمر الدين السنه دي خالص. يا سلام. حاجه حلوه بس مش قمر الدين. هاتي السوري، مش لاقي حاجه، معرفش اسمه ايه. هتلاقي في سوبر ماركت اي نوع مكتوب عليه ميدن سوريا. اي قمر الدين مكتوب عليه سوريا سوري حلو. إعلان على شبكة قنوات أون. حسيتش الطعم مش كده. لا لا لا، في بيبقى عصير كده ومجمدين وبنش. الإعلان الحصري على الأرقام التالية. قالوا لي كان عندي قمر الدين بقاله بتاع سنة في التلاجة، وماما جايبة كانت ناقعة قمر ده الدين. قمر الدين حلو. ده ادام ليه عرق خلاص، ادام ليه عرق. مش كلام مع أي حد غيري. انا بقى ما بتنزلش على المحضر ده مهما ضغطوا عليك. هما مين دول اللي ضغطوا عليك؟ رافض وحماده. يا ابني مراتي عاملة فيه محضر. وحماتي مين؟ حماتي ملهاش انت تكلمني أصلا بعد الفيديو اللي اتنشر ليه على الفيسبوك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا في محمد. الموضوع ده انا بصراحه كنت محرج. صلي على الحبيب. شفت يعني كده. اللهم قلبك صل يطيب. وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. مش عارف. يعني ما يبانش عليها خالص. المشكلة أنا مش حتى عارف احنا أقول مين بنبلع الصلاة على النبي كده ومعاه القمر الدين يا جمال قمر انا الدين مع عايزة الصلاة. اقول عليه الصلاة والسلام. انتي لكمتيني بحتة القمر الدين اللي اديتها لي في بقي. تاخد رايك في هتزعل يا عم زياد. احنا شغلنا وحوي وحوي ممكن لا قدر الله تتسبب في موت حد وتفضل طول عمرك متعذب ودماغك بيوجعك. عايز توصل حكيم لإيه؟ بيغني بيقول ايه؟ نفس ازاي؟ مش عارفة ايه والله. رمضان كريم فتح يا عليم، خلاص. والجيب ما فيهش ولا منديل. وحوي يا وحوي إياها، وكمان وحوي إياها. وزعي في المطبات يا حلوة. على الشاشة أنا. بتقول هترهاب يا مطباتك يا سمسمة. كله تحت السيطرة، نرتاح باللي احنا فيه ده. كله تحت السيطرة. نتلكك اللي تضحكي كده للصينية تضحكي لك، انت ولا اخوها؟ اضحكي للحاجة هتحتاجي من تضحكي القطعة اللي انت شلتيها تسد خالص الخانات دي. خالص خالص. هسدلك كل الخانات دي دلوقتي. مش تستنى ان انت تروح لاخوها وتطمن عليه كمان. كل لا، لا كل كده ما الخانات ينفعش. ايوه تحت السيطرة. على فكرة، بصي أنا مش بصي بسخن هنا. عليها. انا بقول لك اللي جوايا. صدقيني صدقيني كل ده هيتسد، حكايه البريك دي. ولو احتاجنا ممكن ناخد تاني يعني. عرفت ان اخوها لو فل الحاجة. زي القرد. هاتي حتة وحطي في الحروف هنا كده. طب استني هنعمل كده ونشوف ايه مطبات. صدقيني مش هتلاقي مطبات، انت بس قولي ايه. يا رب. وحوي يا وحوي. وكمان انا اتفاجئت وحوي بيها داخله علينا رمضان كريم فتح مش يا عارفه تفضلها تقعد جنب اخوها بدل ما تقعد جنب عروسه. الجيب ما فيش. هي دي اللي متركبة على الغنوة يعني ولا تورته ايه؟ وشمعة إياها، حلوة ودمعة إياها. تفهم بدل الجنابي. بس انت حسب الذنب فانوس والشر. بالشمع. مش طايقه ميه بس واكله سد الحنك وساكته عشان وحكيم أغانيه كلها ما شاء الله جميلة جميلة جدا. بس تعالى هنا. احنا بقى ايه ممكن المطبات ناخد حبة برضو من دول كده ده مين ده؟ نحط في المطب. حطي داير ما يدور وبعدين بمعلقة سمنة تقومي مرشرشاها عليه. خلاص؟ طب خليك في البيت عشان اسجل. ليه بتقولي؟ لا بودا ولا فلامنك. اظبط معايا يا هشام. لا في الحروف. داير ما يدور في الحروف. في قطايه كده ولا كده. ايوه كده. مش هزهق. ما يا حبيبتي عشان الوسطانية مش عايزة مش محتاجة. لا كان في هنا يا ماما حفرة اهي ماشي مفيش عشان مشكلة. لما نيجي نقلب الصينية. هشام مش هرحمه. وهطلع القديم والجديد. ولا انت هتعمليها في البوتاجاز جوه في الفرن؟ في الفرن. ماشيين عليه. المفروض ان احنا نركز فيه. قول لنفسك. والله قلت لها. هند بقى تعرف تسويها في الفرن. على كام أعلى درجة ايه؟ 180؟ يعني انت سويتيها في الفرن ما قلبتهاش خالص؟ اول ما لقيت الوش ابتدى يحمر وريحه الشوايه. اه نصور معاها. لا انا بقى وهي في بس الفرن بقلب. تسويتها كانت ما شاء الله تحفة. شوف. برضه صعب. متابعاها. لا يا هشام انا فايقه. ايوه ما وعايزه هو اعرف كده. لازم. فين ومع مين. قعدت قد ايه؟ حوالي نص ساعة؟ خافي اقول لك مين؟ حبيبتي اللي بينا اكبر من ان انا اخونك او اعرف عليك واحده تانيه.
يعني زي انا خلاص طفيت ما عنه. كانتش كنافه بلدي يعني. هتدوقي بقى البلدي. على هتقولي يا فكره محلى ماما البلدي. بتحب البلدي طول عمرها، وبابا برضه كمان. هي دي الاساسيه على فكره. دي الكنافه الاصليه اللي المفروض البيوت المصريه عارفاها كلها. دي البدايه، دي البدايات، دي اول ما عرفنا الكنافه. لا كان في كنافه آلي لا كان ولا في كنافه آلي وكل شعر. حاجه ومن زمان. الشعر بس الشعر دي من زمان برضو موجوده. يعني انا فاكره لما كنا نجري انا واخويا عشان نجيب الكنافه بقى وفرحانين ونجري بقى ايه على شارع حسني عند الكنفاني اللي هناك معروف عم جلال. شرابيه شرابيه عم جلال بقى ده، ونروح عند عم جلال الشرابيه نجيب بقى ايه الكنافه من عنده، ونمشي بقى نقطع من الورقه بقى وندوق الورق الابيض بقى بتاع اللي كنافه. ونشد بقى من بعضينا وعايزين ناكل كنافه، ناكلها نيه. على فكره انا بحب الكنافه نيه جدا جدا. ليه ما اعرفش. ونروح بقى نودي الكنافه والله ما تبقى سخنه بقى وتعمل لنا بقى الكنافه. ما كناش بقى بنجيب اللي هي الآلي دي، كنا نجيب بقى دي البلدي. تقول لي قولوا له البلدي اوعي تجيب الثانيه، تجيب البلدي. ايه ده ما حطيتيش الزبيب ولا جوز الهند؟ لا اله الا لسه كنت بقول لها ايه. ما انا قلت لك طيب عندي. خلاص مش مشكله، بعد ما نقطعها نرش عليها جوز الهند. لا ينفع ينفع. حطي بقى فوق الوش ولا ايه؟ لا بعد ما تستوي اي حاجه، بعد ما تستوي ما ينفعش تحط على وش اي حاجه. بعد ما تستوي نرش عليها جوز الهند، وعايزه تحطي زبيب حطي. يا بنتي طب ينفع تفحري كده وتحطي شويه حاجات؟ ربي رحماك يا الله. انت سالتيني قلت لك في ما استنيتينيش ليه اجيبها لك؟ هسهيك كنت والله العظيم قلت في. في. قلت لها في جوز هند، قالت في، وبعدين جت اهو قدامكم مش هقطع الفيديو، جت اهو قعدت اهي. طيب ما انا نسيت، فكريني فين يا ماما جوز الهند والزبيب؟ خدت اللون الحلو الذهبي ما شاء الله. اللون اللي انتي ها بس هي ليه سخنه كده يا ماما؟ نعم ما شاء الله ما شاء الله. ده ريحتها ولا طالعه من اجدع فطاطري وكنفاني فيك يا بلد. طب يلا اديها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندها حق برضه يا وداد تغير يعني. اهم حاجه بسم الله. جانبيها خالص. انا مش عايز مشاكل. حطي على الطريق والنص بقى. مش ماشي عايز بالظبط اشد ما شاء عليك. الله. ماشي يا اخوي ماشي. بس هي عايزه تيجي كده شويه. استني نايمه الناحيه دي بسرعه سيبيلي قبل الشربات. سيبيلي انا الطلعه دي معلش. طيب هنا عشان الحروف. متمر اقول لك يا نرجس ما تكومش على نفسك يا ايوه ودي من السكينه. تدعي بروحك ليه؟ امسك. اخبار كان بقول الدكتور ايه؟ كل حاجه ماشيه تمام. اخبار شغال كويس؟ تمام. انا قلت جيبي بقى زبيب نحط كده في كل مجرى شويه زبيب. اهي دي اللي بيتربى لها الزبيب هنا اهو يا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيدي هنا في الحاجات دي. لا سيبها كده. خلاص اخدك وانا عارف. والله طب انا هوديك حته مكان يا حلوه معديه. يلا عشان نطلع معاك. انت هتروح كده بالجلابيه؟ تحفه جدا 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 جدا. الحته بقى ما اقولكيش بس دي في الفرن، في فرن البوتاجاز. حلو، مش جميل. فوق البوتاجاز. لا احنا خلاص ما بقيناش هنعمل حاجه فوق ماما ما البوتاجاز. تقطعيش دي. ليه؟ ما تقطعيش الاخيره يعني. ليه؟ لازم الخط ياخد مجراه. صغيره. مش مهم. بسم الله ما شاء بس الله. كانت عايزه فستق اخضر. كانت عايزه اللون الاخضر. طب ما احنا ممكن نجيب لون اخضر، عودين بقدونس كده في بقدونس صح، الجيش قال اتصرف. ما حطيتيش زبيب كفايه ليه يا ست بنتي؟ حطيت كتير اهو كتير.
اكل كتير. طب ما تخليه ينزل كده في المجرى كده في الاركان. هنوزعها يا جماعه في الاركان علشان انتوا عارفين الاركان. جبتي معاكي الشياله يا لولو؟ وجبت السيارة اهو. وانا اللي هفتتح صينية الكنافة وانا اللي هاكل منها الاول. طب جبتيلك شوكه تاكلي بيها؟ هناكل بالسكينة المهم لا نخلص. لا حرام، محدش بياكل بسكينه. استني يا ماما. استني ما تشرب بقى شويه الشربات بتاعها الجميل ده. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله. ما نطلع عشان تبرد كده من النص. استنى يا بنتي استني ما تمسك نفسها. والله ايه؟ البنت مش مستحمله من حلاوتها وريحتها، هتاكلها اكل يا جماعه. تحفة تحفة تحفة. ما شاء الله. طلعي بيني الكريمه كده علشان حبايبنا يشوفوا. شافوها طيب شافوها بس اهم حاجة الايه؟ لازم تقفش شويه يا بنتي، تقفش. لا مش لازم. انا اصلا كده كده لما ببقى بعمل كنافة ولا حاجة لو قعدت لتاني يوم انا بسخنها وباكلها. طب انا قلت افتحي المروحه ثواني كده. اوكي. عشان احنا مش هنستنى لما تبرد احنا يعني صراحه يعني. هتاكل. يا سلام. بس انا قلت استني شويه يكون شربت الشربات بتاعها ولا ايه؟ لا انا باكلها سخنه معايا. كل واحد بقى يستنى، اللي عايز يستنى يستنى. انا واحده من الناس بحب اكلها كده. بحب اكلها كده بحب كده الكريمه بتاعتها تبقى سايحه كده ونايحه فيها. بس لو استنيتي هتهدى شويه علشان تبقى ايه متماسكه. حلوه كده. نزلي بالسكينه كده. خدي الكريمه باينه. نزلي. مش هحرمك. يا سلام. ماما يا كنافتك يا بلبله، يا بسبوستك يا بسبوسه. الناس شايفيني عامله كنافه من اول الفيديو ده. يا كنافتك يا بلبله ازاي؟ باشرافي انا يا ماما. بنفس ماما بصراحه. بص هو الحاجه لما بتطلع كده نفسين بتبقى حلوه. خطيرين. بتبقى حلوه، بتبقى جميله. احنا نسينا نحط الزبيب في الداخل فحطيناه فوق، فقلنا مش مهم، المهم ايه ريحته ولا عدمه. انا ما بعملهاش بزبيب، انا بحب اكلها كده بالكريمه بس كده لوحدها. يلا قوموا بقى زي الشطار كده واعملوا صينيه كده فرحي بيها جوزك يا اختي. قومي اعملي صينيه كنافه والله العظيم هيبوس ايدك وراسك. والله بس ما تقليش الحلو، ما تقليش الشرب. طب بتعدليها ولا لا 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 انا بصفي منه الشربات شويه عشان انتوا عارفين بترفعها كده على يعني. حاجه عاليه عشان لو فيها شربات ولا حاجه اللي هو السيرب ده زياده ينزل منها. يلا بقى قومي بالصلاه على النبي كده، بالصلاه على الحبيب عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. كل حاجه بتعمليها وذكر الرسول في بقك بتبقى مليانه، ما اقولكوش على البركه اللي فيها بامانه. كنافه بالزيت والله كل حاجه، مش كنافه بالزيت، كل حاجه. قول اللهم صل على سيدنا محمد. رمضان يعني كنافه وكنافه يعني رمضان. بس احنا لسه ما عملناش القطايف بصراحه، انا نفسي فيها قوي. هعملها في البيت مش هشتريها من بره لان انا ما اعرفش دلوقتي دي اللي بيعملوها. كنت الاقي كده الاول القطايف كده فاتحه وحلوه كده وبنت حلال. بيحطوا دي غامق يمكن. دلوقتي اجي اشتريها
انا ما اشتريهاش بصراحه، بس من اي مكان، مش من كل مكان. ببص أصلاً. عليها لقيتها غامقه مش كده، من اي حد تجيب القطايف. فانا بصراحه لما بعملها في البيت انا هقول لكم على واحد يا بتبقى جماعه في شارع تحفة. الدمدار في حدائق قبه، كنفاني، اسمه كنفاني مجدي او كنفاني، لكن ده مجدي ده العطاره، لكن الكنفاني اللي في شارع الدمدار ده كنافته شمع ابيض، وعنده البلدي وعنده الآلي وعنده كل ما تشتهيه القلب. كنافه نشتريها، انما وطيه شويه يعني. انما قطايف لا، انا هعملها في البيت. يعني انا هعمل قطايف في البيت، انما كنافه حاجه كده فل فل. الف هنا وشفا على قلوبنا وعلى قلوبكم. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا بقى يلا. والله وقولوا العظيم كده يا ريت كنافة. تشرفوني وتدوقوا الكنافه بتاعت بلبله، يلا. اللي ما يعملهاش اجدع فطاطري واجدع كنفاني فيكي يا مصر. كنافه وبسبوسه يعني بلبله. برضو الكنافه انا اللي عاملاها من الاول للاخر. قولوا كنافه بنفس بلبله. انت اللي عاملاها يا ماما؟ لا انت، ده تحفه يا ماما، جميله. لا انت اللي عاملاها. ما احنا لازم بيقولوها ايه، مش عارفه. ننسب الاشياء الى اهلها، ننسب الاشياء لاهلها. اللي عمل حاجه مش هننكر عمايله. ابن بس. الوز ابن الوز عوام. وطبعا انت عرفتي تعملي حاجه، لو قلت لك اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا. ايوه صح يا ماما، انت اللي عامله بكل تكاتها وحركاتها وتركاتها. بس كده، وبالهنا والشفا. ادي الناس، قد الناس. الله. اتفضلوا يا ناس.